دكتور كان يحس بأعراض أو مشاكل سنتحدث عنها. نعم. لكن ما هي المشاكل اللي ممكن يخاف منها ممكن تحصل؟ أي نعم، المشاكل قد يكون هناك كسل في الغدة وله أسبابه ومضاعفاته وطرق علاجه، وقد يكون هناك نشاط مفرط للغدة الدرقية، لها أعراضها كذلك ولها مشاكلها ولها علاجها أيضا. طيب نبدأ بالكسل. لنبدأ رحلتنا بالكسل. طيب اوكي، المفروض احنا ما نبغى النهايه تكون كسل. نعم، خلينا نبدا كسل ثم نشط. ان شاء الله يجعل ايامنا واياكم سعيده ونشيطه ان شاء الله. دكتور، الكسل، لو اردنا ان نتحدث الكسل، اولا ما هي نسبه كسل الغده الدرقيه سواء عالميا او محليا؟ اي نعم، هناك حقيقه بعض الدراسات العالميه، لا يوجد حقيقه دراسات محليه، لكن الدراسات العالميه الانسيدنس ريت أو الحالات الجديدة هي 1 لكل 1000 حالة تقريبا. هذا حسب دراسات عملت خارجية حقيقة، وبالبريفالنس أو مستواها بالسنة تقريبا 3 إلى 5% تقريبا. هذه نسبة الكسل، احنا نتكلم بشكل متوسط يعني. محليا لا يوجد حقيقة. أنا أتوقع أنه إن شاء الله في طور نعمل دراسات، لكن أتوقع أن النسبة قد تكون قريبة أو قد تكون أعلى. طيب دكتور، الكسل هذا ماذا يعني؟ أنت لما يجيك المريض عنده كسل في الغدة، هل هناك مسميات الأمراض هذه أو أنها بس فقط تقول له عندك كسل وخلاص؟ يعني أعرف بالإنجليزي هايبوثايروديزم وهايبوثايروديزم وهايبرثايروديزم، لكن الكسل هل تقول له بس كسل أو لها مسميات؟ لا، كسل الغدة له أسباب كثيرة، وهذه الأسباب قبل الأسباب المسميات لها مسميات أيضا. نعم. لها مسميات أيضا. نعم. تقول المريض عندك إيش؟ عند كسل في الغدة الدرقية، هذا الاسم العام. هذا الاسم العام، وقد يكون هناك كسل جزئي. نعم. حسب مستوى TSH ليفل، ثايرويد ستيموليتنج هرمون. نعم، TSH ليفل الهرمون الذي يفرز من الغدة النخامية أو سيدة الغدد، ويعمل تحفيز للغدة الدرقية لإفراز الثيروكسين. طيب دكتور، أعزائي المشاهدين، أود تذكيركم بأن حلقة هذا المساء ستكون عن مشاكل الغدة الدرقية. بإمكانكم التواصل معنا عبر إيميل البرنامج الذي يظهر بين الحين والآخر، أو عبر التليفون، ونرحب باستفساراتكم واتصالاتكم. أعود لي، ما هي أسباب كسل الغدة الدرقية؟ أسباب كسل الغدة الدرقية حقيقة كما موجود بالليتريتشر أو الأشياء العلمية والأوراق العلمية. قد يكون هناك رقم 1 نقص اليود، وهذا إحدى النظريات. السبب الآخر قد يكون هناك تاريخ وراثي لكسل الغدة الدرقية. السبب الثالث قد يكون هناك الأجسام المضادة، واللي نسميها بالهاشيموتوس ثايرودايتس. فإذا كان شيء من هذه الأسباب موجودة، فالإنسان طبعا معرض أن يحصل له الكسل في الغدة الدرقية. طيب في حالة أنه صار عنده كسل، ما هي الأعراض التي يحس بها؟ يعني أنت تنصح المريض أو الشخص السوي، تقول له عند الأعراض هذه أو عندما تحس بهذا أو كذا وكذا، نعم، تعال لنا مباشرة، لأنه قد تكون لديك مشكلة في الغدة الدرقية. مهم جدا قبل تشخيص كسل الغدة الدرقية نتأكد تماما أن الشخص لديه كسل في الغدة الدرقية. لماذا؟ لأن هناك أمراض للغدة قد يكون الكسل وقتي أو لحظي، يعني كالثيرودايتس أو التهاب الغدة الدرقية. فقد يأتي المريض ويعمل تحليل ويكتشف أن عنده كسل، ولكن بعد مرور الوقت يجد أن الغدة رجعت إلى حالتها الطبيعية، وهذه الحالة معروفة، يعني ما يسمى بالتهاب الغدة الدرقية، ويكون أيضا وقتي أو لحظي، يأخذ 3 شهور. فالإنسان يحذر حقيقة عندما يعمل تحليل للغدة الدرقية ويطلع عنده كسل في الغدة الدرقية، لا بد له من المتابعة، ولذلك نشيك بعد 3 شهور. حالة مشابهة أيضا ما يصيب الحوامل أو ما بعد الحمل، ما نسميه البوست بارتم ثيرودايتس، وهذه الحالة تأخذ إلى 8 شهور. ولذا تبدأ بنشاط ثم كسل ثم ترجع الغدة إلى طبيعتها. فإذا تم اكتشاف المريض أو المريضة في فترة النشاط أو فترة الكسل، لابد من المتابعة. فهذه جدا، وهذه يتم يعني الخوض فيها أو يتم اكتشافها عن طريق التاريخ المرضي، يؤخذ بعناية. أيضا وجود أي التهاب في الحلق قد يسبب أيضا التهاب في الغدة الدرقية، أو وجود آلام شديدة ونسميه البينفول سبكتيوت ثيرودايتس أيضا يسبب أيضا كسل. فهذه الأشياء لابد أن تستبعد، وبعد ما تستبعد ونعرف أن الإنسان فعلا عنده يعني كسل دائم،
نبدأ يعني بالفحوصات. نعم. طيب ما هي أعراض الكسل الدائم؟ أعراض الكسل عموما ومنها الكسل بشكل عام قد يكون هناك خمول، كسل في الجسم، زيادة الوزن زي ما ذكر الأخوان في التقرير. أيضا يكون هناك للمرأة الدورة تكون عندها غير منتظمة وتنزل بكثافة. نعم. هذه مهمة جدا في حالة الكسل الغدة. أيضا يكون هناك الجهاز الهضمي، ممكن يحصل هناك إمساك شديد للشخص، ممكن قلة التركيز، زيادة الحساسية للجو البارد. هذه تقريبا معظم أعراض الغدة طبعا. طيب دكتور، كمريض موجود في قرية بعيدة مثلا، نعم، عنده الأعراض هذه، ذهب إلى طبيب، ماذا تنصح الطبيب هذا؟ هل يقوم طوال يوصف له على أنها كسل دائم، أم ينتظر شهر شهرين ثلاثة على حسب الأعراض الموجودة؟ أحسنت، حسب التاريخ المرضي. لابد الطبيب يأخذ التاريخ المرضي بعناية. إذا كان تاريخ مثلا تاريخ التهاب الغدة فقط، فنعمل على يعني نقول للمريض الأمور إن شاء الله كويسة، ممكن نشيكك بعد شهرين 3 شهور وأشوف وظيفة الغدة. إذا كانت امرأة سيدة لسه واضعة مولودها، برضو أقول لها ترى ممكن ننتظر ونشوف، لأنه من الصعب أن أبدأ المريض على ثايروكسين والقضية هي مؤقتة. نعم. نعمل TSH ونعمل الأجسام المضادة للغدة الدرقية، والتاريخ المرضي العائلي الوراثي أيضا مهم جدا أن يقيد في التاريخ المرضي. مهم جدا الكشف، أيضا الكشف السريري إذا كان هناك كبر في الغدة أو وجود عقد، أيضا مهم جدا أنه الطبيب يعني. طيب دكتور، هل بالعادة تضخم الغدة كبرها الواحد يحس أنه رقبته كبرت أو القصبة الهوائية حولها كبر أو شيء، هل هذا دائما يصاحب الكسل أم زيادة النشاط؟ لا، قد يكون هناك كبر بشكل عام في الغدة، وتكون الغدة سليمة ليست بنشيطة وليست بكسلانة. يعني قد تكون كبرها لا يعني أن هناك كسل أو نشاط طبعا، لكن في بعض الحالات يكون هناك كبر فعلا يصاحبه نشاط ويصاحبه أيضا كسل. مهم جدا أنه طبيعي في حالات الحمل وفي حالات الرضاع وفي حالات الفتيات خلال فترة المراهقة أيضا يصاحبهم كبر، فلا لا داعي للقلق. إذا لاحظ الطبيب أن هناك كبر، وممكن أنه يعمل إشاعة صوتية السونار ويطمئن ما يكون هناك أي عقد يعني موجودة في لكن هذا ليس مبرر أنه إذا جاءته حالة أنه ما يتركها شهرين ثلاثة، لابد يهتم بها. لابد أنه يكون خوفه من كسل أو من مشكلة صحية أو ورم أكثر من اطمئنانه. صحيح. حتى لا يحصل ما لا تحمد عقبه. لأنه حقيقة الحالات المتأخرة في الكسل قد تؤثر على القلب وتسبب أنه نبض القلب يقل، ممكن تسبب الكارديوميوباثي اللي هو الكبر عضلة القلب، ويصير فشل في القلب. فالمفروض أن تؤخذ بمحمل الجد، يعني لا